السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض موديل اللي بيطلب مننا كتير وسهل وبسيط، وان شاء الله هقوله لكم باسهل طريقة ممكن تعملوه بيها وتقفلوا بيها ويكون سهل عليكم، وواحدة كده واحدة مع بعض، وان شاء الله توصلوا للي انتوا بتتمنوه. اول حاجة هنعمل النهاردة الجيب بنطلون اللي هو الواسع جدا، اللي هو يعني مش واسع بس، لا ده واسع، رجله وسعها كبيرة جدا، يعني داخلة على الجيبة اللي النص كيلوش تقريبا. فاحنا هنعمله مع بعض اهو، هتشوفوا ان شاء الله الخطوات بتاعته. وما تنسوش اللي يعجبه الفيديو يعمل لايك ويدوس اشتراك في القناة ويكتب لنا كومنت حلو علشان يشجعنا ان احنا نستمر ان شاء الله. اول حاجه احنا بنطلب في الجيب بنطلون الواسع قوي ده، بنطلب الطول بتاعك متكرر مرتين وزياده عليه كمان 10 سنتي. تمام. انا دلوقتي انا هنا طول الجيب البنطلون عندي حوالي 90 سنتي، فانا هعمله يعني انا طالبه مترين تقريبا، علشان احنا عايزينه واسع جدا. فلما بيكون واسع قوي كده بتطلبوا الطول بتاعك متكرر مرتين، بالطول متكرر مرتين. تمام كده. انا هقص الطول اهو من القماشة مرتين، يعني انا هقص 90، بس هقص واحدة طول الجيب اللي انا عايزاه، والطبقة التانية هزودها 5 سنتي عن الطبقة الاولانية علشان ده هيكون معاكي الخلف. تمام. انا كده قسمتها لك قطعتين اهو، علشان تكوني عارفة. انا كده بعلم لك على الجزء اللي انا سايباه زيادة عن الطبقة التانية. دي الطبقة اللي هي الأمام، أنا عاملة الخلف زيادة في الارتفاع عنها، حوالي 5 سنتي أو 7 سنتي على حسب المقاس اللي انت بتعمليه. بس المهم ان احنا عندنا الخلف بيكون أطول من الأمام. بتقسمي الخلف بتقسمي الأمام وبعدين بتقسمي الخلف أطول منه. تمام كده. خلاص انا هبدأ اهو، هقص، هعمل بقى القماشة، هطبق اللي هي الأمام القصيرة على 2 لوحدها، وهطبق الخلف برضو على 2 لوحدها. تمام. يبقى كده الخلف، طبعا احنا عارفين ان الخلف اطول من الامام. بعدين هحدد تشوفي احنا هنعمله كالونات، هتشوفي انت عايزه مقاس الكالونه قد ايه. تمام. مقاس الكالونه بتاعي انا هنا هعمله حوالي 15 سنتي، فانا بعمل 15 سنتي كده زياده عن المقاس بتاعي اهو، دول كده ال15 سنتي. وهبدأ بعدين اخد المقاس. هتحددي بقى الوسط بتاعك، هتحددي الوسط، بتقسمي الوسط طبعا على 4، لان كده احنا بنقص على ال4. يعني لو الوسط بتاعك 80 هيبقى هتقصي على الربع، يبقى الربع معاكي 20 سنتي. طب الحجر قلنا تلت طول البنطلون، يا اما تقسمي الهنش مدوران الهنش على 4 وده كده يبقى طول الحجر. معاكي طريقتين، السهل عليكي اعمليها. طب والجزء اللي انا بطلعه بتاع الدوران اللي بره ده بطلع 5 سنتي. ال5 سنتي دول ثابتين معاكي علشان يكون الحجر بتاعك مرتاح. وهبدأ بقى كده اخد من الحجر وهطلع كده. انا طولت من عند الحجر بقى الخلف في الحتة اللي انا سايباها طول زيادة دي، طولت الحجر 3 سنتي عن الامام، ورجعت كده عند خط الجنب على مفيش، يعني مخليه الجنبين قد بعض. انا طولت بس من عند الحجر اللي هو الجزء بتاع الخلف. تمام كده. هبدأ بقى اخد الرجل بتاعتي من تحت على حسب الوسع اللي انتي عايزاه. طبعا انا عايزاها واسعة جدا، انا هعمل الربع بتاعي مثلا حوالي 50 سنتي. تمام. وبتاخدي بقى من الحجر كده وبتنزلي خط مستقيم. تمام. بتاخدي من الحجر، يعني مش بتحردي الحجر بتاعك كده من الاسفل، لا انت بتنزلي بيه خط مستقيم. يبقى انا طول الحجر بحدده على اساس ايه؟ بحدده على اساس يا اما تلت طول البنطلون، او او ربع دوران الهنش. تمام كده. انا خلاص قصيت بقى الخلف، قصيت طول الحجر بتاع الخلف، وهنزل كده من الحجر بتاع الامام سنتي واحد وهبدأ اقص عليه. طيب انا كده بقص طبقتين بس، مش بقص كل الطبقات اهو. ده كده الحجر الامامي، علشان طبعا الحجر الخلفي بيكون فيه تعديلات، والرجلين برضو بيكون فيها تعديلات توسعة شوية عن الامام. فانا كده قصيت الامام، مش هشيله بقى، طبعا الطبقة اللي تحت كبيرة. انا هبدأ اعمل التعديلات بتاعتي، بطلع بالحجر كده بتاع
الامام حوالي 3 سنتي لبره، تمام، ده الحجر بتاع الخلف، وبطلع من الرجل كده حوالي 2 سنتي. لو انت مش عايزه تطلعي الاتنين سنتي دول مفيش مشكله، بس انت يعني لو الجسم معاكي زياده والجسم تخين لازم تطلعيهم علشان راحه الجسم والموديل يظبط معاكي. لكن الحجر لازم تطلعي الحجر الخلفي 3 سنتي عن الحجر الامامي، وبتقصي بقى الحجر على الحجر بالظبط، بس هو الحجر في طول الحجر، لكن في عرض الحجر بتزودي 3 سنتي اهو زي ما انت شايفه معايا كده. ومن الناحية التانية بقى انا هحدد مقاس الوسط والهانش وهقص. وطبعا هنزود مقاس الكالونة، هتزودي مقاس الايه، مقاس الكالونة. وبرده ما تنسيش ان انت تحددي مقاس الكالونات او مكان الكالونات بتاعتك على القماشة علشان ما تغلبكيش. بعد ما حددت الوسط وقصيته، وحددت الهانش وقصيته، دلوقتي كده انا بقسم نص البنطلون. يعني لو الوسط معاكي بالكالونة بتاعتك مثلا 30، بحط في النص 15 وبعمل 7.5 الناحية دي و7.5 الناحية دي، لان انا عاملة الكالونة كام، عاملة الكالونة 15 سنتي. فعند ال15 كده وبخلي ال15 نص الكالونة، وببدأ ان انا اعمل فرطة كده بسيطة. الخطوات دي بتسهل عليك التقفيل وانت شغالة على المكنة. بتجيب الفرطتين على بعض وبتقفليهم على المكنة عشان ما تاخديش مقاسات. اهم حاجة بس بعد ما خدنا كده الزيادات بتاعتك وكل حاجة، انتي بتحددي بقى مقاس الوسط بتاعك، تمام، بتحددي مقاس الوسط ومقاس الهانش ومحيط الهانش، وبتقسمي على 4 وبتقصي زي ما انت شايفة كده المقاس بتاعك مظبوط. طبعا كل حد ليه مقاس، والمفروض ان انت تكوني واخدة المقاسات بتاعتك صح، وان شاء الله تكون سهلة وبسيطة عليكم. يعني هو مش صعب خالص، هو بس محتاج ان انت تركزي. وفي هنا حاجة زي ما قلتلك، لو انت مش هتقفلي الحتة اللي انت قصيتيها في وقتها، تحطي كل الحاجات اللي انت قصيتيها مع بعض وتبداي ان انت تربطيها لحد ما يجي وقت التقفيل بتاعك، عشان ما فيش حاجة تتوه منك. انا هنا بس هقص القمر لو انت هتعمليه باستك بنقص ضعف الاستك وبنزود عليه سنتي للخياطة. طيب انا مش هعمله باستك، شوفي انت عايزة عرض القمر قد ايه. عرض القمر طبعا بيكون ضمن طول حجر البنطلون، تمام. كده انا هاخد القمر مقاس وسطها بالظبط لان انا هركب سوستة. فكده انا عايزة القمر هنا عندي يكون 40، لان هو الوسط عندي 80. انا هعمله 40 وهزود 2 سنتي للخياطات فقط، وعاملة عرض القمر عندي 10 سنتي، يعني هو مقسوم على الاتنين كده 5 سنتي. ده كده القمر انا هربطه، هلفه كده مع بعضه دلوقتي، لان انا لسه هقفله لما انزل ان شاء الله المشغل معاكم باذن الله تحت. ما تنسوش يا جماعة اللي بيستفاد من الفيديو يعمل لايك ويدوس اشتراك في القناة علشان يشجعنا ان احنا نستمر. دلوقتي احنا كده هنا نزلنا تحت في المشغل. اول حاجة هعملها هبدأ اخد الحجر بتاعي وابدأ ان انا اقفل الحجرين بتوع الامام هنقفلهم مع بعض، والحجرين بتوع الخلف برضو نفس النظام هنقفلهم مع بعض. وطبعا لو متوفر عندك مكنة السرفلة اللي هي الاوفر، يفضل ان انتي اي حاجة تخيطيها تبدأي ان انتي تظبطيها بالسرفلة بتاعتك علشان القطعة تكون متقفلة معاكي تقفيل نظيف. كده خلاص انا قفلت الحجر اهو. هبدأ ان انا اعمل الكالونات بتاعتي. طبعا احنا عاملين فرطتين للكالونات، هنحط بس مجرد ان احنا هنحط الفرطتين اهم على بعض، تمام. وهبدأ ان انا انزل بيهم كده حوالي 2 سنتي خياطة. انا مش عايزة الكالونة مقفولة قوي، انا بس هثبتها. بعدين بتيجي من وسط كده الكالونة وبتفتحيها، وهبدأ ان انا اثبتها على المكنة، ادوس عليها. دي برضو كده قفلت الكالونة اللي في الناحية التانية، لان احنا عندنا طبعا كالونتين، كالونة في كل ربع، في كل ربع للبنطلون عندنا كالونة. كده انا ثبت الكالونة التانية، وهبدأ ان انا افتحها اهو زي ما انتوا شايفين. بفتحها نص الكالونة بالظبط عند الخياطة اللي انتي عملتيها، وبثبتها خياطة بالمكنة. كده خلاص انا عملت الكالونتين بتوع الامام، وهبدأ اعمل برضو الكالونتين. هقفل الاول الحجر بتاع الخلف الحجرين مع بعض، وهبدأ ان انا اعمل الكالونات بتاعتي بتاعة الخلف بنفس الطريقة برضو زي ما قلتلك. لو
ظبطتي نفسك في القص وتعبتي في القص بس شويه كده بان انت تعملي فرطه للبنس، تعملي فرطه للكالونات. الحاجات دي بتسهل عليكي جدا التقفيل على المكنه وبتقفلي بكل سهوله. دلوقتي كده انا بصي هحط الفرطتين اللي انا محدداهم على بعض، وهبدا ان انا اثبتها كده بمقدار 2 سنتي فقط لتحت كده، بقفلها لتحت كده 2 سنتي اهو زي ما انت شايفه معايا كده. وبعدين بفتحها من الوسط القماشه اللي انا تنيتها دي اهي بصي، بفتحها من الوسط عند الخياطه بالظبط، وبفتحها وبروح لماها كده على البنطلون وادوس عليها اثبتها. تمام. اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وتكون الحاجه واضحه ليكم. دي برضو الكالون اهي، الفرطه على الفرطه. طبعا انا قايسه الحاجات بتاعتي وانا بقص، فهو ده المقاس كده معايا مظبوط. هبدأ بس اثبت كده الكالونة. ادي اخر كالونة معايا كده، عملنا الاربع كالونات. هقوم بقى دلوقتي اكوي الكالونات بتاعتك قبل ما تقفلي الجناب بتاعة البنطلون علشان تكوي معاكي وتكون مظبوطة. بمسك الكالونة كده من فوق لحد تحت، تكويها كلها مظبوطة وتدوسي عليها مكوى اهي. شوفي انا بمسك الكالونة كده من فوق لتحت علشان تقفليها وتكون مظبوطة معاكي وتطلع كويسة. المفروض ان انت تكوي قبل ما تقفلي الحتة علشان الكالونات تكوي معاكي كده بطولها لحد تحت وتطلع معاكي مظبوطة وما فيهاش اي مشاكل. تمام اهي كده دي الكالونات اهي. بعد ما اتكوت بطول البنطلون كويت انا الناحية التانية برضو بنفس الطريقة. وهنا هبدأ ان انا بقى اقفل الجناب بتاعتي. هقفل جنب بنطلون القطعتين على بعض، والجنب التاني هعمله اوفر كل قطعة لوحدها، لاني هركب في الجنب التاني السوستة. فهتكوني عاملاه اوفر كل قطعة لوحدها وبعدين تقفليهم مع بعض. وطبعا هتقفلي الرجل على الرجل اهو. وانت بتقفلي خلي بالك ان خياطة الحجر الامامية تيجي على خياطة الحجر الخلفية، متكونش مرحلة معاكي ولا حاجة. ده بيديكي منظر جمالي للحتة كده في الاخر. تمام. دي كده حاجات من ضمن الحاجات الاساسية في التقفيل بتاعك لازم تكوني عارفاها. كده خلاص انا هعمل هقفل الجنب التاني بقى اللي هو هركب فيه سوستة كده من تحت، وهسيب بس الجزء بتاع مقدار السوستة هو اللي مفتوح. يعني هتشوفي انت هتركبي سوستة طولها قد ايه، وهتقفلي لحد مقدار الجزء بتاع السوستة هو اللي هتسيبيه مفتوح بس. تمام. وبعدين اهو كده انا خلاص خلصت لحد المقاس اللي انا عايزاه بتاع السوستة. هبدأ بقى ان انا اركب القمر علشان انا عايزة السوستة تتركب معايا في القمر. يعني انا مش هركب في القمر زرار ولا اي حاجة، انا عايزة السوستة تكون واصلة معايا لحد اخر القمر. انا بس هنا علشان احنا خلاص هنركب القمر وهنبدأ في السوستة على طول، فانا هركب دواس السوستة. دواس السوستة انا قلتلك ان هو مهم معاكي وهيطلع معاكي الشغل مظبوط لو بتركبي سوستة اللي هو ابو رجل واحدة، في منه يمين وفي منه شمال، بس هيفرق معاكي جدا في تركيب السوستة. كده انا بركب القمر اهو، قسمته على الاتنين وبركب القمر بتاعي في الجسم او في البنطلون. باخده كده دوران بركبه في البنطلون علشان هنركب السوستة مع بعض دلوقتي في القمر وفي البنطلون الاتنين مع بعض. تمام. بتاخدي كده القمر طبعا مقاس البنطلون او مقاس الوسط، وبتبدأي ان انتي تلفي بيه خياطة كده اهو من الحرف ده لاخر الحرف ده. تمام. وهتاخدي بقى السوستة بتاعتك زي ما طول السوستة اللي انت عايزاها ونوع السوستة برضو اللي انت عايزاه، وهتبداي ان انت تركبيها في الفتحة اللي احنا سيبناها في جنب البنطلون. وش السوستة بيكون في وش القماشة. تمام. يعني انا لما باجي اركب بحط وش السوستة في وش القماشة وببدأ ان انا اثبت السوستة بتاعتي اهي زي ما انت شايفة كده. ثبت كده الجنب الاول وهبدأ ان انا اثبت الجنب التاني. دواس السوستة يا جماعة بيسهل عليكي السوستة جدا وبيطلعها معاكي مظبوطة وما فيهاش اي مشاكل ان شاء الله. كده انا بثبت الجزء التاني اهو بتاع السوستة. كده تجيب بنطلون يا جماعة بكل سهولة ان شاء الله، ما يكونش فيه حاجة صعبة عليكم
وحاولي تمشي الفيديو جزء جزء لحد ما تعملي الجزء وبعدين تبدأي لك في الجزء اللي بعده. تمام، ده كده الشكل النهائي بتاعه اهو، ما شاء الله طالع حلو جدا. واسع، ده الجيب بنطلون اللي هو الواسع جدا. كوين الكالونات بتاعتنا مظبطينها. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا باي معلومة كده تفيدكم باذن الله وتسهل عليكم. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتكتبوا لنا كومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.